بسم الله الرحمن الرحيم. عدت العود أحمد دائما في ما يخص قضية الصحراء المغربية، قضية كل مغربي ومغربية داخل الوطن وخارج الوطن. كما لا يخفى عليكم الإخوان بأن هذا الملف ديال الصحراء، ديال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الأسباب ديالو معروف، كلشي ولا عارفو، كلشي ولا عارف شكون هما الأسباب. هما الجزائر، هما الأنظمة اللي كانت شيوعية وكانت تابعة لهذاك. بعد ما هذا الملف عرفته الدول كاملة إقليميا ودوليا، عرفوه الجيران، عرفوا العالم كامل. صبح دابا ما عندوش اهتمام، مبقاش كيتذكر بزاف. فين كيتذكر هذا الشيء ديال الصحراء الا وشكون اللي مهتم به الا النظام الجزائري والشعب الجزائري. علاش؟ لانهم وكذلك شكون اللي باقي كيذكروا هما دوك اللي كيتغداو من هذا الملف، كيتغداو منه، اللي كينهبوا ثروات ديال الجزائر باينه واضحه وضوح الشمس. الناس اللي باغيين هذا النزاع يبقى طويل ويبقى مستمر. العدد قليل اللي كيستافد من هذا الملف هذا، الناس هما الجزائريين والمحظوظين، دوك المحظوظين اللي عايشين في اسبانيا وعايشين في فرنسا وعايشين في اسمو تيقولوا حنا صحراويين كنتسميو للبوليزاريو. وهذيك الشيرديمه اللي كتمثل بوليزاريو اللي هي غير ديمقراطيه، اللي ما كينتخبها حتى شي حد، لان حاكمه بيد من حديد. وحتى جا دوك الناس، حتى جا دوك الصحراويين اللي باقيين تما، واحد القله قليله اللي بقات من الصحراويين ديال اللي تينتميو للصحراء. واليوم منين العالم كلشي ولا عرفوا كلشي اسمو، ما غاديش نساو الدور ديال الصحراويين اللي دافعوا على الصحراء، يدافعوا على الصحراء قبل المسيره وبعد المسيره. ما غادي نساوهمش وما نساوش الفضل ديالهم، وباقيين كيدافعوا. الصحراويين اللي باقي كيدافعوا ما غنساوهمش وما نساوش الفضل ديالهم، وما نساو هاد المجهودات ديالهم ما غنبخسوهاش. فيهم مثقفين وفيهم اعيان وفيهم شيوخ قبائل وفيهم هادو صحراويين شرفاء، وغيبقاو ديما شرفاء الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اليوم غادي نشوفوا السياق ديال القضيه ديال الصحراء المغربيه في الدور ديال العديد من الصحراويين الذين دافعوا عن مغربيه الصحراء، سواء قبل المسيره الخضراء او بعدها. يمكن تقسيم هؤلاء الصحراويين الى فئات مختلفه تشمل الشيوخ والأعيان. كان لشيوخ القبائل الصحراويين دور تاريخي في تأكيد البيعة والولاء للملوك العلويين. قام العديد من الأعيان الصحراويين بتأكيد الروابط التاريخية والثقافية التي تربط الصحراء بالمغرب. دور المنتخبون والسياسيون. يلعب المنتخبون الصحراويون دورا هاما في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في المحافل الوطنية والدولية. شارك العديد من السياسيين الصحراويين في تأكيد مغربية الصحراء والترويج لمبادرة الحكم الذاتي. المثقفون
والناشطون. يساهم المثقفون الصحراويين في توثيق التاريخ الصحراوي وإبراز الروابط التاريخية والثقافية التي تربط الصحراء بالمغرب. ينشط العديد من الناشطين الصحراويين في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب والترويج لمبادرة الحكم الذاتي. المواطنون الصحراويون في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب من خلال المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية. من أبرز الصحراويين الذين دافعوا عن مغربية الصحراء الحاج خطري ولد سيدي سعيد الجماني رحمه الله. أهمية دور الصحراويين: يشكل الصحراويون جزءا لا يتجزأ من الشعب المغربي، ودورهم في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب هو تعبير عن انتمائهم وولائهم للوطن. يساهم الصحراويون في تعزيز الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية، ويشاركون بفعالية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. يلعب الصحراويون دورا هاما في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في المحافل الوطنية الدولية بشكل عام. يمكن القول أن الصحراويين يلعبون دورا حيويا في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ويساهمون بفعالية في تنمية الأقاليم الجنوبية، والكل يساهم. هذا غير كما كنقولوا تكلمنا على الصحراويين بإيجابية، لأنهم هما واحد العنصر مهم. وما نساوش كل اللي ساهم. أولا المتطوعون المسيرة الخضراء يشاركوا في المسيرة الخضراء، وكذلك الجيش المغربي والدرك الملكي والأمن الوطني، وكذلك المغاربة من طنجة إلى القويرة اللي ساهموا كل من الموقع ديالو، الناس ديال التعليم حتى هما منساوهمش، لأن الناس ديال التعليم هما اللي يكونوا لنا، هما اللي يقرروا لنا، هما اللي يربوا لنا الأجيال. عاد الناس اللي كيشتغلوا في البناء والناس اللي كيشتغلوا في الصيد البحري ما نساوش المغاربة كاملين عندهم يدهم أن ساهموا في التنمية ديال هذه الأقاليم الجنوبية، اللي ساهموا في التنمية في التعليم والصحة. ما نساوش. أما الملوك ما شاء الله، ملوك العلويين اللي داروا، اللي عطاوا الكثير من أجل باش يوحدوا الوطن ويديروا الاستقرار للمغرب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك البنية التحتية. ما نقولوا إلا عاش الملك، عاش سيدي محمد السادس، جلالة الملك محمد السادس، الله ينصره والله يحفظه ويحفظ لنا الأسرة العلوية ويخلينا ديما متحدين، صحراويين وشماليين وجنوبيين، كلنا إد فد، وكلنا جند مجند وراء صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وشكرا. وهذا الفيديو يتبارطاجا على نطاق واسع، وحنا ما غندخلوا حتى مجهود ديال شي واحد، وحنا إخوة، وحنا كلمة وحدة، وحنا لحمة وحدة، وحنا دم واحد، وحنا مغاربة، وحنا كلنا ملوك، كلنا مع الملوك العلويين.